احتجاجات في قلب العاصمة السورية دمشق، بس هالمرة مو ضد قسد ولا ضد فلول النظام ولا حتى ضد التنظيمات المناوئة للحكومة السورية. هالمرة ضد شخصية بارزة وهي رجل الأعمال محمد حمشو. حمشو قال إنه وقع اتفاق شامل مع الحكومة السورية لفتح صفحة جديدة دون الدخول في سجالات ونقاشات تتعلق في الماضي. وهون صار الجدل. طرف بيقول إنه الهدف هو استرداد ملايين الدولارات من رجال الأعمال لخزينة الدولة، وطرف تاني بيقول شو ما صار ومهما صار ما بيصير نوقع اتفاق مع مرتكبي جرائم الحرب، تجار المخدرات واللي سرقوا البنية الخدمية بالمناطق المدمرة. الكلمة الفصل كانت لهيئة العدالة الانتقالية اللي قالت لا عفو عن مرتكبي الجرائم، وأي تسوية ذات طابع اقتصادي فهي ما بتعطي حصانة قانونية لا لحمشو ولا لغيره. لحظة، مين غيره؟ ليش مين ممكن لسه يعمل تسويات اقتصادية؟ الحديث يدور عن وسيم قطان وسامر الفوز من بعد حمشو، هالشخصيتين المتهمتين انه كانوا على درجة قرابة من شقيق وزوجة الرئيس السابق، وانهم كانوا جزء من شبكة اقتصاد الظل بمرحلة ما قبل سقوط الأسد، وأيضا بالأزمة الاقتصادية الخانقة الممتدة بين 2019 2024. فهل سيسمح لهم بمزاولة نشاطهم الاقتصادي؟ ايه نعم، وهالشي تم التأكيد عليه من خلال رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع باسل سويدان، اللي قال انه هالتسويات بتساعد بانه ينخرط رأس المال بالدولة والانخراط ضمن مرحلة جديدة قائمة على الشفافية وسيادة القانون. الخلاصة قديش حمشو الفوز وقطان وغيرهم قادرين فعلا يرجعوا يزاولوا نشاطهم الاقتصادي بشكل طبيعي ويواجهوا الاستياء الشعبي.